السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبالصحة متمتعين بشوية مية ودقيق ومن غير فرن. هتعمليها فطاير الطاسة حلوة وحادق، ولادك هيتجننوا عليها. وسهلة وبسيطة، 3 كوبايات هتعملي ما شاء الله الكمية دي كلها. هتعمليها سواء حلو سواء حادق. هتحطيها بعسل، هتحطيها بسكر، هتحطي عليه شربات، هتحطي عليه سيربت، هتحطيه بلبن، هتحطيه حادق لحمة مفرومة. هتعمليه في غمضة عين. يلا تعالي نسمي ونصلي على الرسول ونشوف المكونات. 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة الملح زي ما انتم شايفين، عليهم معلقتين سكر. تحط معلقتين السكر. هنحط معلقتين سكر لان النهارده هنعمله حلو بس مش هنعمله حادق. لكن لو انت برضو عايزه تحطيه حادق، حطي حادق براحتك، حطي جبن، حطي لحمه مفرومه، حطي اللي تحطيه براحتك. مش مقيدة، يعني ممكن تقللي كمية السكر تحطي معلقة واحدة بس برضو مش هيبان، أو تشيلي السكر خالص وتحطي ملح بس. ومعلقتين عليهم زيت، عايزة تبدلي الزيت بالسمنة حطي معلقة سمنة. حطيت معلقتين زيت كده بس وبس، ومية للعجن ولا أكتر ولا أقل. 3 كوبايات بصي يعني هيعملولك زي ما انت شفتي الكمية ما شاء الله هتفرحك، هتفرح ولادك وهتبقي مبسوطة انك انت عملتي الكمية دي كلها في البيت. معاكي كمان كريم انشانتيه، ممكن يعني ايه تزوّجيها. بُصّي تغيّري شكلها، تحطّي لها مثلًا اللي أنتِ عايزاه تحشيه بيها تحشيه. هنعجن العجينة بتاعتنا، أهم حاجة في العجينة بتاعتنا إن إحنا نعجنها شوية ونخدمها. هي بُصّي كمية قليلة يعني، فإيه هتخلص معاكِ وفي إيدِك بسرعة خالص. يا دوبك تلمّيها بس تخلّيها لينة شوية، يعني ما تخلّيهاش تخينة وما تخلّيهاش إيه تخينة. هتخلّيها وسط وتكون بتلزّق. إحنا مش هنخلّيها لا هتخمر ولا تتخمّر ولا أي حاجة. بُصّي أنا إيدي مش هاغسلها من العجين، هتشوفي. بُصّي هتتعمل في غمضة عين، في نُص ساعة، والله هتتعمل في نُص ساعة. هوا كده هوا، ولا تحطيها في فرن ولا هتحطي تحروجي ايدك ولا تستني السخونة بتاعة الفرن. لا 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 لا، مش هنعملها دي كلها. هنعملها سهلة وبسيطة، بنعملها على طول في الصعيد. حاجة سهلة وبسيطة وفي غمضة عين بتعمليها، اعمليها لولادك. وكل المحلات دلوقتي أنا شايفاها بتعملها وبتزينها بصوص شوكولاتة، تزينها بشوية صوص فراولة، شوية كريم أنشانتيه، أي حاجة بتعمليها اللي هي فطيرة الست كريمة دي اللي بيعملوها. بس هي سهلة وبسيطة لو من غير أي بصي صوصات ومن غير أي حاجة هتعمليها. بصي كده أنا مغسلتش إيدي، أنا كده خلصت إيدي وهجيب الصينية على طول وهقطعها قدامك. ال3 كوبايات هيطلعوا لي إيه 7 وحدات من الكور، يعني هقطعها على كام كورة؟ هقطعها على 7 كور. ممكن تعمليها انت 8 كور، ممكن تعمليها 9 كور براحتك، اللي انت عايزة تعمليه اعمليه. بصي كده سهلة وبسيطة خالص خالص. يعني يا دوب هادهنها بُصّي كده بإيدي، هاقطع فيها وهاخلّصها بسرعة. في في أقل من نُص ساعة كنت عاملاها. بُصّي مش يعني فعلًا ما فيهاش تعب، لا هتعجني ولا مثلًا هتختميها كتير ولا أي حاجة. شوفي كده هنعملها كورة، كورة، كورة كده، هاعملها 7 كور زي ما أنتِ هتشوفي، وهتشوفيها إن شاء الله إن هي 7 كور. طيب علشان هي ما فيهاش خميرة وما فيهاش بيكنج باودر وما فيهاش أي حاجة، هنعملها على طول. يعني بُصّي أول واحدة عملتها هي اللي هابتدي بيها. كله هيرتاح، غطّيها كده بكيس عندِك، كيس عادي، أي كيس، كيس تلاجة، كيس أي نضيف كده عندِك غطّيها بيها. بُصّي كده على سطح على الرخامة عندِك وضيفي يعني شوية زيت بساط خالص. هتفرديها كده بإيدِك، لا مردمة ولا نشابة ولا أي حاجة. بُصّي كده بإيدي، يعني أهو ما فيش أي افتكاسات فيها وسهلة والله وطعمها خطير. بُصّي بتتاكل هوا كده. هنتنيها كده تانية ونتنيها زي الظرف كده ونطبّقها الطبقات بتاعتها. بُصّي كده الطبقات دي هي اللي هتورّيك لِك اللي هتورّيك لِك الفطيرة معاكِ بعدين. هاعمل واحدة تاني وهتشوفيها. حاجة سهلة، 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 في غمضة عين تعمليها. ولو لسه مبتدئة اعمليها وأنتِ فعلًا هتكوني مبسوطة خالص. لو معايا لحد دلوقتي ما دوستيش لايك يا ريت لايك وشير للقناة فضلًا وليس أمرًا لكل حبايبي. كده خلصنا كده الكمية كلها. هاعملها بنفس الكمية وزي ما أنتم شايفين التطبيقة دي هي سر التوريقة بتاعة الفطير بعدين. عملتهم كلهم بُصّي مش هاغطيهم، هي بُصّي على طول يعني ورا بعض. يعني وهيطلع تحفة زي ما أنتِ شُفتيه. ما فيش وقت، على طول نُص ساعة، أنا قُلت لِك نُص ساعة عجين، فرد بُصّي تسوية، ما بياخدش وقت، يعني في غمضة عين تعمليهم. هافردها فردة وبعد كده هاروح بسرعة على طاسة على النار، هاحط حبة زيت
وهاقلي الفطير بتاعي. ال الزيت بتاعِك لازم يكون يعني إيه النار بتاعته عالية، ويكون الزيت سخن علشان إيه تتنفخ معاكِ الفطيرة. بس أنا حطيتها الأول كانت الزيت إيه، يا دوب كان إيه، كان لسه سُخن ما كانش إيه، اتنفخت زي ما أنا كنت عايزاه، بس يُفضّل إن هي لازم تكون طاسة كده على النار يكون فيها الزيت بتاعها سُخن، يعني مش هنحُط في الفرن ولا أي حاجة، بسرعة فردناهم كلّهم زي ما أنتم شايفين، وبسرعة على الطاسة ونحمّرهم ونصبر عليهم لحد ما يتحمّروا وهشّوا فيهم. بُصّي كان الزيت كان لسه برضه ما سخنش علشان كده أنا إيه، استعجلت بسرعة وإيه وحطيتها كان لسه إيه، الزيت هيسخن، كده هتتنفخ معاكِ، حُطّي زيت من فوق وهي هتبتدي تجِب معاكِ وتنفخ معاكِ. يعني ما فيش أحلى فعلًا من الفطاير اللي إحنا بنعملها بإيدينا، والحاجة اللي بتعمليها بإيدِك مضمونة وناجحة، وحاجة كده إيه يعني إيه ممتازة. أنا صراحة بافضّل إن أنا أعمل حاجة في البيت بدل ما أشتريها. ليه؟ الكمية اللي إحنا عملناها دي والله العظيم الفطيرة بمبلغ وقدره برّه، أي واحدة تشتريها زي كده بمبلغ. طيب أنا عملتها من 3 كوبايات دقيق وما طلعتش وما كلّفتش نفسي أي حاجة، في ثواني عملتها وخلّصتها. هنبتدي نقلّب فيها كده زي ما أنتم عارفين، والفطيرة إيه، هتبتدي تجِب معاكِ على طول، طول ما الزيت سُخن هي إيه، بترتفع معاكِ لوحديها، أهو بُصّي كده، يعني مجرّد ما حطيتها كده علشان الزيت سُخن، بُصّي كده بسرعة هتجِب وتنفخ معاكِ، حُطّي فيها زيت على طول وهو سُخن، هتبتدي الفطيرة تجِب معاكِ، لا فيها خميرة ولا فيها baking powder ولا فيها أي حاجة، شغل بيتي وحياة إيه، وحياة عينيّا. ما فيش أي افتكاسات فيه، هنخلّصها بسرعة، وبسرعة هنقليها ونحمّرها. يالّا كده بسرعة خلّصيها، معاكِ شوية سُكّر بودر، حُطّي عليها سُكّر بودر، معاكيش سُكّر بودر عايزة شربات حُطّي شربات، عايزة شوية لبن كده وتحُطّي عليهم شوية سُكّر بودر حُطّي. بُصّي كده الكمية اللي طلعت معايا يعني محمّر من فوق ومن تحت ومورّق وزي العسل، طعمه خطير، سهل وبسيط، فطاير الطاسة الحلوة اللي أنتِ ممكن تعمليها. كمان عايزة تعمليها حادق ممكن في النُص هاعملها مرّة تاني بحشوات مختلفة، جبن، لحمة مفرومة، فراخ، أي حاجة عندِك تضيفيها، هاعملها مرّة تاني وهتشوفيها. كده خلّصنا الفطاير بتاعتنا خفيفة هشة، طعمها كلّها يعني إيه خفيفة فعلًا لإنها بزيت، فسهلة وخفيفة خالص. كده خلّصنا الفطير بتاعنا، وخلّصنا الكمية اللي أنتم شايفينها. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت يكون نال إعجابكم. كده يا رب كده إيه، يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير للقناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.